فيلمنا النهارده بيبدأ بديك رومي اسمه ريجي، واللي بنشوفه وهو بيصرخ بصوت عالي جدا، وده لأنه بيشوف البشر وهم طابخين ديك رومي على الأكل. وبنعرف إن النهارده هو يوم العيد بتاعهم، ووقتها بيبان على ريجي إنه خايف ومرعوب جدا، واللي بيجري بسرعة وبيروح لباقي المجموعة بتاعته اللي بيكونوا كلهم عايشين مع بعض في نفس المزرعة. وبيبدأ ريجي إنه يحذرهم من البشر وبيفهمهم إن هم بيربوهم علشان ياكلوهم، ولكن كل الديوك الرومي بيكونوا شايفين إن ريجي ديك مجنون، وكمان بيكونوا مقتنعين إن البشر بيحبوهم جدا، وده لأن المزارع طول الوقت بيقدم لهم أكل ببلاش. ولما المزارع بياخد منهم واحد علشان يذبحوا الديوك بيفرحوا جدا، وبيكونوا فاهمين إن الديك ده هيروح لجنة الديوك الرومي. وساعتها ريجي بيتأكد إن كل الديوك اللي في المزرعة أغبياء وبيتصرفوا بجنون. وبالليل بنشوف ريجي وهو حاسس بالبرد، واللي لما بيروح علشان ينام في الحظيرة الديوك بيبعدوه بعيد عنهم. وفجأة بيسمعوا كلهم صوت طيارة هليكوبتر، وبيدخل عليهم ديك رومي عجوز وبيقول لهم إن ريجي كلامه صح، وإن البشر فعلا ناويين ياكلوهم. فبيفرح ريجي وبيلومهم لأنهم ما كانوش مصدقين كلامه، وبيبدأ إنه يشرح لهم إزاي هيقدروا يهربوا من هنا. وبالرغم من كده الديوك بيكونوا شايفين إن ريجي مجنون، وبيشيلوه وبيرموه بره الحظيرة. وهناك ريجي بيترعب لما بتيجي بنت صغيرة وبتاخده وبتروح بيه للمؤتمر الصحفي اللي في المزرعة. وفي المؤتمر ده بنشوف رئيس الولايات المتحدة وهو بيرحب بكل اللي موجودين، وبيقول لهم إن بمناسبة العيد هم هيعفوا عن ديك رومي واحد، وبيفهمهم إن الديك ده مش هيتاكل أبدا. وساعتها بتتدخل البنت الصغيرة اللي بنعرف إنها تبقى بنت الرئيس، وبتقول لوالدها إنها اختارت الديك ده، وبتفضل تعيط قدام الكاميرات وبتترجى والدها لحد ما بيوافق على طلبها، وبيختار ريجي علشان يكون هو الديك المعفو عنه. وبعدها البنت الصغيرة بتاخد ريجي وبيركبوا في الطيارة اللي بتاخدهم وبتنطلق. وبمجرد ما ريجي بيفهم من البنت إنه في أمان وإن مفيش حد هيأذيه بيفرح جدا. وبعد شوية الطيارة بتوصل لبيت الرئيس، وبتروح البنت الصغيرة تاخد ريجي وبيدخلوا للبيت وبتفرجوا على المكان، واللي فجأة بتقوله إنها تعبانة وعاوزة تنام وبتفقد الوعي. وفي الوقت ده ريجي بيفضل يتفرج على التلفزيون، وده لحد ما بيلاقي مسلسل معين بيعجبه وبيبدأ إنه يتابعه. وبينبهر ريجي لما بيشوف إعلان البيتزا على التلفزيون، وبيتصل بالمطعم وبيطلب منه بيتزا كتير، وبيطلع يستلمها من عامل التوصيل. وبتعدي أيام كتير وبنشوف ريجي وهو عايش حياة سعيدة جدا. وكمان بنشوفه وهو بيتسلل وبيروح ياخد الريموت بتاع الرئيس وبيفضل يلعب بشعاع الليزر اللي فيه، وبيطلب بيتزا أكتر، وكمان بيصاحب عامل التوصيل. وبيعيش ريجي في بيت الرئيس أجمل أيام حياته. وفي يوم من الأيام بنلاحظ إن في حد بيراقب ريجي، واللي بيدخل بسرعة للبيت وبيخطفه. وبنشوف إن اللي عمل كده هو ديك رومي تاني، واللي بياخد ريجي وبيفضل يجري بيه، وبعدها بيخرجه من الكيس وبيعرفه الديك ده بنفسه، وبيقول له إن اسمه جيك، وبيشرح له إنه عميل مميز في المنظمة السرية لحماية الديوك الرومي. فبيترعب ريجي وبيصرخ وبيجري بسرعة، ولكن جيك بيضربه وبيوقعه على الأرض. وبيبدأ إنه يتكلم معاه وبيقول له إن الديك الرومي العظيم ظهر له في السماء وطلب منه إنه يدور عليه واداله مقبض معين. فبيستغرب ريجي من كلام جيك لأن ده مجرد مقبض باب عادي، وبيكون شايف إن جيك مجرد ديك مجنون. وساعتها جيك بياخده وبيروحوا المكان قريب من بيت الرئيس، وبيعرفوا إن في مختبر سري موجود هنا، وإن المختبر ده موجود جواه آلة الزمن. وبيفهم ريجي إنهم هيسرقوا الآلة دي وهيرجعوا لأول عيد للبشر، وده علشان ينقذوا كل الديوك الرومي من الموت. وساعتها ريجي بيتأكد إنه فعلا ديك مجنون، وده لأن مفيش آلة زمن ولا حتى مختبر سري. ولكن جيك بيرغمه إنه يجي معاه، وبيتسللوا وبيدخلوا جوه حظيرة معينة. وهناك ريجي بيتريق على جيك وبيفضل يمثل إن كل حاجة موجودة في الحظيرة جاية من المستقبل، وده لحد ما بيحرك مقص بالغلط. وساعتها شكل المكان بيتغير وبيتحول لأسانسير بياخدهم وبينزل بيهم لتحت. وبمجرد ما بيخرجوا من الأسانسير ريجي بيترعب جدا وبيحاول إنه يخرج من الفتحة، ولكنه ما بيقدرش. وبعدها بيبدأ إنه يستكشف المكان هو وجيك، وده لحد ما بيلاقوا خريطة على الحيطة. ولما ريجي بيجي يبص على الخريطة بيعرف الطريق الصح، وبيفهم إنهم لو مشي ورا الخط الأحمر هيوصلوا لآلة الزمن، ولكنهم لو مشي ورا الخط الأزرق هيوصلهم للمخرج. ووقتها ريجي بيكذب على جيك وبيفهمه إنهم لازم يمشوا ورا الخط الأزرق، وبينطلقوا هما الاتنين بسرعة. ومن ناحية تانية بنشوف الرئيس والقائد العسكري وهم بينزلوا للمختبر السري، وده علشان يجربوا آلة الزمن. وبيروحوا لمركز التحكم وبيتواصلوا مع الشخص اللي هيسافر
بيسافر عبر الزمن وبيشجعوه. وفي الوقت ده ريجي وجيك بيكونوا وصلوا لنهاية الخط الأزرق وبيقربوا من المخرج، وبمجرد ما ريجي بيشوف الحراس بيروح لهم علشان يخرجوه من هنا، ولكن الحراس بيهاجموه بالنار وبيقرروا انهم يشووه. وعلى آخر لحظة جيك بيمسكه وبينقذوا منهم، وبعدها بيتسللوا هما الاتنين لحد ما بيقربوا من حراس المراقبة، وساعتها جيك بيرمي عليهم صامولة علشان يشتتهم، ولكن الصامولة دي بتفضل تتنقل من مكان لمكان لحد ما بتخبط في ريجي اللي بيصرخ بصوت عالي جدا من شدة الألم. ولما الحراس بيشوفوهم ريجي وجيك بيجروا بسرعة علشان يهربوا منهم، وفي الوقت ده الرئيس والقائد بيحطوا المفاتيح في مكانها وبيشغلوا آلة الزمن. ومن ناحية تانية ريجي وجيك بيفضلوا يجروا من الحراس وبيدخلوا جوه مكان آلة الزمن اللي بتكون عبارة عن بيضة متوحجة. ولما جيك بيلاحظ ان الحراس بيقربوا منهم بيشيل ريجي وبيجري بيه بسرعة، وفي الوقت ده الشخص اللي جوه آلة الزمن بيخاف وبيخرج منها وبيجري هو كمان. وده على عكس جيك اللي بيقرب من آلة الزمن وبيدخل جواها هو وريجي. وفجأة آلة الزمن بتشتغل وبنعرف ان نظام التشغيل بتاعها اسمه ستيف، واللي بيبدأ انه يتواصل معاهم وبيقفل الباب. وفي اللحظة دي البرق بينتشر في كل مكان، ولما الحراس بيشوفوا اللي بيحصل ده بيخافوا وبيقرروا انهم ما يتدخلوش. وفجأة كل اللي موجودين في مركز التحكم بيفقدوا جاذبيتهم وبيبدأوا انهم يطيروا في الهواء بسبب آلة الزمن. ومن ناحية تانية ريجي بيكون مرعوب جدا من اللي بيحصل، وفجأة آلة الزمن بتختفي من المكان وبعدها بتظهر في الفراغ. وبيبدأ ستيف يتواصل مع ريجي وجيك وبيسألهم عن وجهتهم، فبيطلب جيك من ستيف انه يرجعهم بالزمن لأول عيد للبشر. وفعلا ستيف بيحدد الوجهة وبينطلق بسرعة، وبعد شوية آلة الزمن بتوصل لسنة 1621 وتحديدا قبل 3 أيام من أول عيد للبشر. ووقتها جيك بينزل من آلة الزمن وهو فرحان جدا، وده على عكس ريجي اللي بيكون تعبان ومتضايق. وفي الوقت ده ستيف بيقول لريجي انه هيفعل الشحن التلقائي، وده لان الطاقة منخفضة وبيختفي من المكان تماما. ولان ريجي بيكون خايف جدا بيضطر انه يمشي مع جيك، وبيبدأوا هما الاتنين يستكشفوا المكان اكتر. وفجأة بيتضرب عليهم نار وبييجوا 3 كلاب وبيجروا وراهم وبيطاردوهم، وكمان بيظهر زعيم الصيادين اللي اسمه ستاندش وبيحاول انه يقتلهم. ولسوء الحظ الكلاب بيقدروا انهم يحاصروا ريجي، وقبل ما ستاندش يقتله بيترمي حجر على البندقية، وبعدها ريجي بيختفي تماما من المكان. ولما ريجي بيفوق بيلاقي نفسه متعلق هو وجيك على شجرة، وبيشوفوا مجموعة من الصيادين وهم بيدوروا عليهم. وبمجرد ما الصيادين بيمشوا بتظهر مجموعة الديوك الرومي اللي أنقذت ريجي وجيك، وبيطلب قائد المجموعة منهم ينطلقوا بسرعة قبل ما الصيادين يرجعوا تاني. ووقتها ريجي وجيك بينضموا لهم وبيجروا معاهم، وقبل ما ريجي يقع من على الشجرة بتظهر فرخة اسمها جيني وبتلحقه، وكمان بتنقذه من طلقات الرصاص اللي الصيادين بيضربوها عليه. وبيفضلوا كل الديوك يتنقلوا من غصن للتاني علشان يقدروا يهربوا من الصيادين، وبعد شوية بينزلوا وسط الأعشاب العالية علشان ما يشوفوهمش. ولكن الصيادين بيرموا عليهم مجموعة من المتفجرات، وبالرغم من كل الانفجارات اللي بتحصل الديوك بيقدروا يهربوا، وده ما عدا 2 صغيرين منهم هم اللي بيتمسكوا. ومن ناحية تانية ستاندش بيتعصب جدا، وده لما بيشوف الديوك وهم بيهربوا من المكان، وبيفضل يجري وراهم لحد ما بيوصل لطريق مسدود وما بيلاقيش اي حد منهم. وفي الوقت ده بنشوف ان الديوك مستخبيين في مكان تحت الارض، وبيقرروا انهم يرجعوا للعش علشان يعرفوا الزعيم بتاعهم على كل اللي حصل. ولكن جيك بيكون شايف انهم لازم يروحوا لقرية البشر ويهاجموهم، وده علشان يحرروا كل الديوك اللي اتخطفوا. فبيتدخل قائد المجموعة اللي اسمه رينجر وبيرفض، وبيبدأ هو وجيك يتحدوا بعض، وبيفضل كل واحد منهم يستعرض قوته قدام كل اللي موجودين، وبتدور ما بينهم معركة كلامية. وقبل ما يضربوا بعض جيني بتمنعهم وبتفهمهم انهم لازم يرجعوا للعش، وفعلا بينطلقوا كلهم. وبنروح بعدها لقرية البشر، وهناك بنشوف الاهالي وهم متعصبين جدا وبيفضلوا يتخانقوا مع العمدة لانهم جعانين ومحتاجين ياكلوا. فبيقول لهم العمدة ان الاكل اللي موجود هنا هو محتفظ بيه، وده علشان يعمل بيه حفلة لمجموعة الهنود الحمر. وبيشرح لهم انه لو ما عملش الحفلة دي الهنود الحمر هيتضايقوا، وكده مش هيكون في ما بينهم سلام ابدا. وبيفهمهم انهم وقتها هيهاجموهم وهيدمروا القرية بتاعتهم، ولكن كل اللي موجودين بيفقدوا اعصابهم وبيكونوا عاوزين يضربوا العمدة. وعلى اخر لحظة الصيادين بيوصلوا للقرية، فبيفرح العمدة لانه بيكون متوقع ان الصيادين اصطادوا كل الديوك الرومي. ولكن بعدها بيتصدم لما ما بيلاقيش غير 2 صغيرين بس في الصندوق. وبيروح العمدة يسأل ستاندش عن اللي حصل،
فبيتعصب ستاندش وبيوعدوا انه هيصطادلوا كل الديوك الرومي اللي في الغابة وبيسيبه وبيمشي. وبنروح بعدها لجيني وباقي الديوك بعد ما بيوصلوا لشجرة معينة وبينزلوا من مدخل سري علشان يوصلوا للعش بتاعهم. وبيفرح ريجي لما بيعرف من جيني ان رينجر يبقى اخوها وبيبان عليه انه معجب بيها جدا. وفي الوقت ده بنشوف ان رينجر وجيك بيتحدوا بعض في كل حاجة. وبعدها ريجي هو وجيني بينزلوا من المدخل وبيوصلوا لعش الديوك الرومي اللي بيكون كبير جدا. وهناك جيك بيبدأ انه يتكلم مع كل اللي موجودين وبيعرفهم ان هو وريجي جايين من المستقبل بآلة الزمن وبيطلب منهم يتحدوا معاهم علشان يقتلوا البشر ويهزموهم. ولكن وقتها زعيم الديوك بيتدخل وبيرفض طلبه. وساعتها جيني بتعرف الزعيم على ريجي وجيك وبتفهمهم ان هو والدها. فبيرحب الزعيم بيهم وبيفرجهم على المكان وكمان بياخدهم لعش البيض وبيفرجهم على الكتاكيت الصغيرة وبيفهمهم ان هم ما ينفعش يخاطروا بمستقبل الكتاكيت ويروحوا يحاربوا البشر. وساعتها جيك بيحترم قرار الزعيم وبيفضل يلعب مع الكتاكيت وهو فرحان جدا. وبعدها جيني بتودع ريجي وبتسيبه علشان ينام. وفي تاني يوم زعيم الديوك بيبدأ ان يوزع المهام على كل مجموعة منهم وبيطلب من جيني هي وريجي انهم يروحوا يعطلوا الافخاخ. وكمان بيطلب من رينجر انه ياخد جيك معاه ويروحوا يراقبوا قرية البشر وده علشان يعرفوا الصيادين بيخططوا لايه. وفعلا بتنطلق كل مجموعة منهم علشان تنفذ مهمتها. وبنروح بعدها لستاندش وباقي الصيادين اللي بيفضلوا يدوروا في الغابة على الديوك الرومي وبينصبوا الافخاخ في كل مكان علشان يصطادوهم. وفي الوقت ده جيني وريجي بيكونوا مراقبينهم من فوق الاشجار. وبمجرد ما الصيادين بيمشوا جيني وريجي بينطلقوا علشان يعطلوا الافخاخ دي. وبالصدفة ريجي بيتعلق في غصن شجرة وبيقع على الارض وبيعطل الافخاخ واحد ورا التاني من غير ما يقصد. وفجأة واحد من الافخاخ بيخبطه وبيرميه لبعيد وبيرجعه لجيني اللي بتنبهر من اللي هو عمله وبتشكره. وفي الوقت ده بنشوف جيك ورينجر وهم بيتسللوا في الغابة وبيفضل كل واحد منهم يقول للتاني ان هو اقوى منه وبيتحدوا بعض في الرأس وبيفضلوا يتخانقوا. ووقتها السناجب بتنبهر جدا لما بتشوفهم وبتسقف لهم. وبنرجع تاني لريجي اللي بيفضل يحكي لجيني كل حاجة عن المستقبل. وفي الوقت ده جيني بتاخد بالها من فخ معين وبتنقذ ريجي على اخر لحظة. وفجأة الكلاب بتشوفهم وبتجري وراهم وبتطاردهم. ولحسن الحظ ريجي بيلاحظ انهم قريبين من آلة الزمن وبياخد جيني وبيروح لها بسرعة علشان يهربوا. ولما جيني بتدخل جوه آلة الزمن بتكون منبهرة جدا بيها. وفجأة آلة الزمن بتنطلق وبتختفي من المكان بسرعة. ولكن في الوقت ده ستاندش بيجي وبيلاحظ آثار أقدامهم وبيحس ان في حاجة غريبة في المكان. وبمجرد ما بيرمي شوية من البارود آلة الزمن بتظهر من تاني. فبيستغل ستاندش الفرصة وبيكون عاوز يقتل جيني وريجي. ولكن وقتها ريجي بيطلب من ستيف انه ينطلق بسرعة. وفعلا ستيف بيطير في الهواء وبيخبط ستاندش وبيوقعه على الارض. وبيفضل ستيف طاير وبيطلع لفوق لحد ما بيخرج من الغلاف الجوي وبيقف في الفضاء. وهناك جيني بتنبهر جدا لما بتشوف شكل كوكب الارض من فوق وبتتأكد ان ريجي فعلا جاي من المستقبل. وبتشرح له انها في البداية كانت شايفاه هو وجيك مجرد اتنين مجانين ولكنها دلوقتي فعلا صدقتهم. وبعدها ريجي بيطلب من ستيف انه يرجعهم للارض من تاني. وفعلا ستيف بينزل بسرعة كبيرة جدا. واثناء ما هم راجعين بتفضل جيني هي وريجي طايرين مع بعض وبيكونوا فرحانين جدا وبيبان ان كل واحد فيهم معجب بالتاني. وبعد شوية ستيف بيوصل للارض وبينزلوا هما الاتنين من آلة الزمن. وقبل ما ريجي يمشي ستيف بيعرفه ان الشحن بتاعه مكتمل وان هو دلوقتي قادر انه يرجعه للمستقبل من تاني. فبيطلب منه ريجي انه يختفي وبيعرفه انه هيبقى يرجع بعدين وبيسيبه وبيمشي. وبنروح بعدها الرينجر وجيك اللي بيفضلوا يتنقلوا من غصن للتاني وده لحد ما بيقربوا من قرية البشر وبيراقبوهم. وبيلاحظوا انهم بيحضروا مائدة طعام كبيرة جدا. وساعتها جيك بيفهم انهم بيستعدوا للعيد وده لانه فاضل عليه يوم واحد بس. وكمان بيعرف الاماكن اللي موجود فيها مخزن البارود والاسلحة. ولما رينجر بيجي يبص جنبه بيلاقي ان جيك اختفى. وبالليل بنشوف جيني وريجي وهما ماشيين في طريقهم للعش. وفي الوقت ده ريجي بيطلب من جيني انها تيجي معاه للمستقبل. وبالرغم من ان جيني بتكون عاوزة تروح معاه الا انها بترفض وده لانها بتكون خايفة على الديوك الرومي من الصيادين. وبمجرد ما جيني بتيجي تبص وراها ما بتلاقيش ريجي. وساعتها بنشوف جيك وهو شايل ريجي وبيجري بيه في وسط الغابة وبيعرفوا ان بكرة هيكون هو يوم العيد. وبيفهموا انهم لازم يدمروا قرية البشر دلوقتي وبيفكروا بالكلام اللي الديك الرومي العظيم قالهوله. وساعتها ريجي
ريجي بيتريق عليه وبيقول له ان الديك الرومي العظيم ده ملوش اي وجود. فبيتعصب جيك وبيخنق ريجي، ولكنه بعدها بيهدى وبيعتذر له وبيحكي له انه زمان وهو صغير كان عايش في معمل معين، وان المعمل ده كان موجود فيه عدد كبير جدا من الديوك الرومي اللي كانوا محبوسين كلهم في الاقفاص. ولكن وقتها والدة جيك قدرت انها تخبيه من البشر وطلبت منه انه يهرب وياخد البيض معاه، وخرجته من القفص وادت له مجموعة من البيض علشان يهرب بيهم. ولكن لسوء الحظ واحد من البشر شافه وبدأ انه يطارده، وساعتها جيك اخد البيض وفضل يجري لحد ما خرج من السور، ولكنه للاسف ما قدرش انه يخرج البيض معاه. ووقتها البشر جم واخدوهم كلهم منه، وبسبب اللي حصل ده جيك حس بالفشل والاحباط والحزن الشديد. وفجأة وهو ماشي لوحده ظهر له الديك الرومي العظيم وشجعه ونصحه انه ما يستسلمش ابدا، وطلب منه انه يدور على الديك المعفو عنه وينضم له، وده علشان يقدروا ينقذوا كل الديوك الرومي، وكمان اداله مقبض الباب ده. فبيتأثر ريجي لما بيسمع حكاية جيك وبيعتذر له وبيسأله ازاي هيقدروا يدمروا قرية البشر. فبيفهموا جيك انهم لو دمروا مخزن البارود والاسلحة البشر مش هيقدروا يهاجموهم تاني. فبيفرح ريجي لان البشر لو بطلوا يهاجموا الديوك هو هيقدر ياخد جيني معاه للمستقبل. وفعلا بينطلقوا هما الاتنين وبيقربوا من القرية، ووقتها ريجي بيتعلق في شجرة بترميل فوق وبتدخله جوه القرية وبتوقعه فوق واحد من البيوت. ولسوء الحظ الكلاب بتشوفه وبتجري وراه، فبيجري ريجي بسرعة علشان يهرب منهم، ولكن الكلاب بتقدر انها تحاصره. وبالصدفة ريجي بيخرج الريموت بتاع الرئيس وبيخلي الكلاب تجري ورا شعاع الليزر، وبيروح يفتح الباب لجيك اللي بيدخل وبيجري ورا الليزر هو كمان. ولكن ريجي بيبعد الكلاب وبيخرجهم من القرية وبيقفل الباب. وبعدها ريجي وجيك بيتفقوا ان في واحد منهم هيروح يحرق مخزن البارود وان التاني هيروح يحرق مخزن الاسلحة. وفعلا ريجي بيروح ياخد برميل البارود وبيدخله في مخزن الاسلحة وبيوصله بالفتيل. اما جيك فبيدخل لمكان ستاندش وبيكون المكان ده موجود فيه اسلحة كتير جدا، وبيروح يوصل الفتيل ببرميل البارود. وبمجرد ما جيك بيشوف ستاندش وهو نايم بيقرر انه ياخد البوق بتاعه، وده علشان يثبت للديوك الرومي انه دمر الاسلحة. وفعلا جيك بيقدر انه يبدل البوق بالذرة وبياخده وبيروح يحرر الديوك اللي محبوسين. وبعدها بيخرجوا من المكان وبيتسللوا هم الاربعة وبيهربوا من القرية من غير ما حد يشوفهم ولا يحس بيهم، وبيروحوا يولعوا الفتيل والنار بتنطلق بسرعة وبتدخل للقرية وبتفجر اول مخزن للاسلحة. وقبل ما البرميل التاني ينفجر ستاندش بيبعدوا بسرعة وبيفجروا بره. ولما ريجي وجيك بيشوفوا الانفجارين بيفهموا ان كل الاسلحة اتدمرت وبيجروا من المكان بسرعة علشان يهربوا. ولكن للأسف البارود اللي جوه البوق بيفضل يقع على الارض طول ما هم ماشيين. وبعد شوية بيرجعوا كلهم للعش وبيجي الزعيم وبيسألهم عن اللي حصل، فبيشرح لهم ريجي ان هو وجيك دمروا مخزن الاسلحة والافخاخ بتاعة البشر، وبيعرفهم انهم دلوقتي بقوا في امان. وكمان جيك بيوريهم البوق بتاع ستاندش، وساعتها الديوك بيتأكدوا من كلامهم وبيفرحوا جدا وبيحيوهم وبيحتفلوا بيهم. وبنرجع بعدها لقرية البشر اللي بيكونوا مستغربين من اللي حصل وبيفهموا ان الهنود الحمر هم اللي عملوا كده. ولكن ستاندش بيشرح لهم ان الديوك الرومي هم السبب، وبيعرفهم ان في واحد منهم سرق البوق بتاعه. ولسوء الحظ ستاندش بيشوف البارود اللي وقع من البوق على الارض فبيولع فيه وبيعرف الطريق اللي هم مشيوا منه. وفي الوقت ده ريجي بيروح لجيني وبيسألها اذا كانت هتيجي معاه للمستقبل، وده لان دلوقتي كل الديوك الرومي بقوا في امان. ولكن فجأة جيني وريجي بيشوفوا البارود وهو بيتحرق وبيقرب منهم وبيدخل للعش، فبيجروا وراه هما الاتنين لحد ما بيوصلهم لجيك. وساعتها كلهم بيفهموا ان البشر عرفوا مكانهم، وفعلا البشر بيوصلوا لمكان العش وبيبدأوا انهم يدمروا الشجرة، فبيخافوا كل اللي موجودين وبيترعبوا. وكمان جيك بيحس بالذنب وبيجري بسرعة من المكان. ووقتها الزعيم بيبدأ يهدي كل اللي موجودين وبيطلب منهم يهربوا. وبمجرد ما مجموعة منهم بيخرجوا من العش البشر بيمسكوهم وبيحبسوهم في الأقفاص، ولكن باقي الديوك بيرجعوا للعش من تاني. فبيستغلوا البشر الفرصة وبيخلوا الكلاب تدخل وراهم. ومن ناحية تانية ستاندش بيولع في الشجرة علشان يجبر الديوك انهم يخرجوا، فبيطلب الزعيم من باقي الديوك انهم يهربوا من الانفاق اللي هتوصلهم للبحيرة. وفعلا بيوصلوا كلهم لهناك وبينطوا في المية واحد ورا التاني. وفي اللحظة دي جيني بتقول لريجي انهم لازم يرجعوا ينقذوا الكتاكيت بسرعة. وفعلا هما الاتنين بيقدروا يستخبوا من الكلاب وبينطلقوا، ولكن وهم بيجروا الحيطان بيقع قدامهم وبيقفل الطريق. ولحسن الحظ جيك
بيجي بعد ما قدر إنه ينقذ كل الكتاكيت وكمان البيض، وساعتها الكلاب بتشوفهم وبتجري وراهم وبتطاردهم. وفي الوقت ده الزعيم بيكون على وشك إنه ينط في المية، ولكنه بيشوف جيني واللي معاها وهم جايين عليه، وقبل ما الطريق يتقفل الزعيم بينطلق ناحيتهم وبيلحق الصخور على آخر لحظة. وبمجرد ما هم بيدخلوا بيطلب منهم يهربوا بسرعة، ولكن جيني بترفض لأنها بتكون خايفة على والدها اللي بيودعها وبيخلي ريجي ياخدها وينطوا. وقبل ما الكلاب توصل له الحطام بيقع عليه والمكان بيتدمر بالكامل. وبعد شوية جيني وريجي بيخرجوا من المية وبيشوفوا البشر وهم فرحانين جدا لأنهم حرقوا العش، وبيمشوا معاهم عدد كبير جدا من الديوك الرومي. وفي تاني يوم اللي باقيين من الديوك الرومي بيرجعوا للعش اللي بيكون اتحرق واتدمر بالكامل، وبيكونوا كل اللي موجودين متضايقين لأن الزعيم بتاعهم مات. وساعتها جيني بتاخد نص الصدفة بتاعت والدها وبتفهمهم ان الشخص اللي هيكون معاه النص التاني هيكون هو الزعيم الجديد ليهم. وبتاخد الجزء ده وبتروح لرينجر وبتحط الجزئين مع بعض، ولكنهم ما بيكونوش متناسقين. ولما رينجر بيجرب الجزء اللي مع جيني بيطلع متناسق، وبتكون جيني هي الزعيمة الجديدة لمجموعة الديوك الرومي. وبمجرد ما ريجي بيعرف الكلام ده بيسيبهم وبيمشي وهو حزين. ومن ناحية تانية جيني بتفضل تتكلم مع الديوك وبتشجعهم وبتقول لهم ان البشر اشرار وانهم حرقوا عشهم وخطفوا اصدقائهم وانهم لازم يحاربوهم علشان ياخدوا حقهم. وفي الوقت ده ريجي بيروح لآلة الزمن، وقبل ما يركب بيجي جيكو بيطلب منه ما يمشيش، فبيتعصب ريجي وبيلومه وبيقول له انهم السبب في كل اللي حصل، وبيقول له انه كذاب لان مفيش ديك رومي عظيم ولا حاجه، وان هو اللي اخترع كل الاكاذيب دي وضحك عليه بيها. وبيسأله اذا كان هيرجع معاه للمستقبل، ولكن جيك بيرفض وبيقول له انه مش هيستسلم مهما حصل زي ما الديك الرومي العظيم قال له. فبيروح ريجي يركب في آلة الزمن وبيطلب من ستيف انه يرجعه للمستقبل، وفعلا ستيف بينطلق بسرعة لحد ما بيوصل للمستقبل. وبعدها ريجي بيخرج من آلة الزمن وبيقابل بنت الرئيس اللي بتقول له انها عاوزة تنام وبتفقد الوعي. واول ما ريجي بيجي يفتح باب البيت بيترعب جدا، وده لانه بيشوف نسخة منه جوه وبيقفل الباب وبيكسر المقبض بالغلط. وساعتها النسخة دي بتفضل تجري ورا ريجي وبيفهمه انه هو ريجي من المستقبل وانه سافر عبر الزمن كتير علشان يوصل له، وبيعرفوا انه لازم يرجع ينقذ جيني وباقي الديوك لانهم عاوزين يحاربوا البشر. وفجأة بتظهر نسخة تالتة من ريجي وبيأكد لهم ان جيني وجيك هيحاربوا البشر، وبيعرفهم ان كل الديوك هيموتوا لو هو ما اتدخلش وانقذهم. وبالصدفة ريجي بيلاحظ وجود المقبض اللي في ايده وبيفهم انه لازم يسافر بالزمن ويدور على الديك الرومي العظيم. وساعتها ستيف بيتدخل وبيتريق عليه وبيفهمه انه هو الديك الرومي العظيم وانه لازم يرجع لجيك لما كان لسه صغير ويشجعه. وفجأة بتظهر نسخة رابعة من ريجي اللي بيحتفل مع باقي النسخ بتاعته وبيودعهم وبيروح يركب في آلة الزمن اللي بتاخده وبتنطلق. وفي الوقت ده جيك بيروح لمجموعة الديوك وبيعتذر لهم عن اللي حصل، فبيقرب رينجر من جيك وبيديله رمح وبيطلب منه يحارب معاهم. وبنروح بعدها لجيك وهو صغير اللي بيتفاجئ لما بيظهر له الديك الرومي العظيم من السماء، وبيكون الديك الرومي العظيم ده هو ريجي اللي بيفضل يشجع جيك الصغير وبيحمسه وبيطلب منه ما يستسلمش مهما حصل، وكمان بيديله مقبض الباب وبيطلب منه انه يدور على الديك الرومي المعفو عنه، وبيسيبه وبينطلق علشان يرجع للماضي من تاني. وفي الوقت ده جيني وكل الديوك الرومي بيقربوا من القرية علشان يهاجموا البشر، وبمجرد ما ستاندش والبشر بيشوفوهم بيفضلوا يضحكوا عليهم، ولكن الديوك الرومي بيهاجموهم بقذائف القرع المشتعلة وبيسيبوهم. ولما الهنود الحمر بيشوفوا اللي حصل ده بيفضلوا يتفرجوا عليهم من بعيد. وبتنطلق جيني مع الديوك وهم ماسكين الرماح علشان يهاجموا البشر، فبيطلب ستاندش من اتباعه انهم يجهزوا المدافع، وفعلا بيخرجوا المدافع وبيجهزوها وبيضربوا القذائف اللي بتخرج من المدافع وبتنطلق بسرعة كبيرة جدا. وقبل ما القذائف تصيب الديوك بتقف مكانها على اخر لحظة وبتطير فوق في الهواء وبتنجذب للفتحة اللي بتظهر في السماء، وبعدها المدافع هي كمان بتطير في الهواء. ولما ستاندش بيجي يمسك واحد منهم بيتسحب مع القذائف وبيختفي. وفجأة بتظهر آلة الزمن وبيبدأ ستيف يتكلم مع البشر وبيقدم لهم الديك الرومي العظيم. وساعتها ريجي بينزل من آلة الزمن وبيروح للبشر وبيديهم البيتزا اللي هو جابها معاه من المستقبل. ولما الهنود الحمر بيدوقوها بيفرحوا وبيعجبهم طعمها جدا، وكمان بيخرج عامل التوصيل من آلة الزمن وبيقدم البيتزا لكل اللي موجودين، فبيفرحوا البشر وبيحرروا كل الديوك الرومي. وبتروح
بتروح جيني وبتقرب من ريجي وبتشكره لانه انقذهم. اما رينجر وجيك فبيفضلوا هما الاتنين يتخانقوا على البيتزا، وفي الوقت ده العمدة بيروح يشكر ريجي، وده لانه انقذهم من الجوع والصراعات مع الهنود الحمر. وبسبب اللي حصل ده البشر والديوك الرومي بقوا اصدقاء. وبعد فترة جيك بيحضن ريجي وبيودعه هو وكل الديوك الرومي، وده لانه قرر يسافر عبر الزمن للمستقبل. وبيروح جيك يركب في آلة الزمن وبينطلق. اما ريجي فبيقرر انه يتجوز جيني ويفضل عايش معاها في الماضي. وبعد شوية جيك بيرجع تاني من المستقبل وبيجيب معاه فرخة وبطة، وبيقول لريجي انهم لازم ينقذوهم من البشر. واخيرا بيقدر ريجي انه ينقذ كل الديوك الرومي، وبيعيشوا مع البشر في كل حب وسلام.